عمركم شفتوا لحمة اتعملت بسبوسة أو حتى بقلاوة؟ وما تقلبوش الفيديو عشان جايب لكم عروض جامدة جدا النهاردة. يا جدعان، لقيت مطعم في حي غرناطه في الرياض عامل عروض جامده جدا طول شهر رمضان. بس عايزك قبل ما ابدا الفيديو تصلي على النبي في كومنت وتعمل لايك وسيف للفيديو ومنشن لثلاثه من اصحابك اللي عايزهم يجوا معاك المكان ده. والمطعم هو فطوطة اللي في حي غرناط قدام حديقة الشهداء على طول، وعندهم كمان فرعين، فرع في زهرة لبن وفرع في شارع التحلية. وجايب لكم أول عرض هو عرض صينية حلويات رمضان وبتكفي 4 أفراد، بتبقى عبارة عن ربع كفتة مشوية وكمان نص دجاج على الفحم وربع بسبوسة لحمة وربع بقلاوة وربع مشمشية وسيخ كلاوي غنم وأربع صوابع ممبار. ومش بس كده، 4 سمبوسة و4 كنزة و2 سلطة و4 مية والطحينة والتمر. وده كله بكام بقى؟ ب99 ريال بس. يعني انت وتلاتة اصحابك حلو قوي. هتيجوا وتكفيكوا الصينيه ديت. والمشويات عندهم حلوه جدا، سواء الكفته اللي انا جربتها وعجبتني جدا او اختراع البسبوسه اللي انا اول مره اجربها عندهم. انا عارف اللي مش في اسكندريه هو اللي اخترع الموضوع دوت، ولكن هم برضو عملوه بطريقه حلوه جدا. والمشمشيه بقى كان طعمها رهيب، بتبقى كفته كده مع طرب جوه اللحمه، كان طعمها خيالي. واول مره اجرب الكلاوي دي، ودي اول مره في حياتي اكلها عامه. بسم الله. طعمها مش جديد بالنسبة لي، طعمها قريب قوي من كبدة الخروف. جربت كمان الدجاج المشوي، هي تتبيلته كانت ضعيفة شوية، ولما سألتهم قالوا لي ليه أصلا ما خدتش حقها في التتبيلة، هي المفروض تقعد لتاني يوم. لو انت فرد واحد جبت لك عرض حلو قوي. ولو انت فرد بقى جبت لك وجبه ب 15 ريال. تعال اقول لكم بقى بتتكون من ايه: نص فرخه، رز، 2 طحينه ورغيف عيش. وجايب لكم عرض على صينية السحور. وجبت لكم عرض على صينيه السحور ب 45 ريال بس. ودي بتكون بقى عباره عن طبق بيض بالجبنه، طبق بيض، طبق فلافل، والغريب اللي انا اول مره اشوفه في حياتي طبق فاكهه فيه فواكه مشكله كده، طبق مقليات بطاطس مع بدنجان مع فلفل مقلي، طبق فول بزيت الحار، وطبق تحابيش بقى طماطم مخلله مع ليمون مع فلفل مع بصل، وطبعا العيش بتاعنا. تعالوا بقى ايه نعمل ميكس كده مع بعض. هنعمل حتة فلافل كده مع فلفل مقلي مع طماطم مخللة مع بصل مع بدنجان، ويودي يا معلم. بسم الله. الميكس دوت انا اصلا متعود عليه من زمان قوي، فبصراحة بيعجبني جدا. ولو انت بقى زودت 10 ريال هتاخد الفطيرة المشلتتة ديت ومعاها العسل الاسود ده. زود كمان 10 ريال وخد الاتنين العصير دول كمان. ده بقى ايه؟ فول بالزيت الحار، طعمه خطير. هنجرب بقى البيض بالجبنه كده، ناخد حته بيض مع حته جبنه. رهيبه. خلصت سحور بقى يا باشا، نقنق بقى ايه انت واصحابك في طبق الفاكهه ده: موز على عنب على تفاح على تفاح احمر. يعني بصراحه حاجه جامده قوي. وبس كده، انا ابو حميد، يا ريت تتابعني وتعمل لايك وكومنت اكسبلور، ويلا سلام عليكم.